أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة عايزة أتكلم معاكم على موضوع حب النفس. إزاي نحب نفسنا؟ كتير قوي بنسمع النصيحة دي، لا لازم تحب نفسك، لازم تحبي نفسك، وده حقيقي. لأنه لو أنا حابة نفسي هبقى دايما بتصرف ثقة في النفس. ايه اللي هيخليني احب نفسي؟ انه اتاكد ان انا بشتغل على انه انمي الصفات اللي انا بحبها في الشخص التاني تكون فيا. هشتغل على اني دايما ابقى امينه، ودايما ابقى صادقه، ما تسالش سؤال واقول حاجه مثلا للشخص ومن وراه اقول حاجه تانية. لو حد سالني رايي لازم ابقى صريحه. المهم بقى كمان ازاي الواحد يلاقي الطريقه اللي هيقول بيها الصراحه. مثلا واحده راحت قصت شعرها، بصي ساميه قصيت شعري، ايه رايك؟ ممكن قوي يكون لا مش عاجبني شعرها، قبل كده كان احسن. هرد مش هقولها يجنن قمر لا، هقول لها تغيير حلو. فانا ما قلتش انه هو حلو قوي، وما قلتش انه احلى من قبل كده. تغيير حلو، انت مستريحه فيه؟ لو قالت لي ايوه خلاص هي دي اهم حاجه، يبقى انا رديت وما جرحتش اللي قصادي. ده على حاجات اكبر واهم. وكمان مش هبعد خالص صفه الفتنه. ما اروحش ابدا اقول لحد انا سمعت بيتقال عليك كذا، من غير ما اكون يا اما رديت على اللي بيقول الحاجه السيئه على الشخص اللي انا بحبه لو كانت مش حقيقي، يا اما لو كانت حقيقي يبقى فعلا هروح اقولها لصديق او صديقه بتاعتي، فلانه حابه الفت نظرك على حاجه فلانيه، التصرفات بتاعتك بالطريقه دي بتخلي ناس كتير يتكلموا عليها بطريقه مش حلوه، وانا بتضايق قوي لو اسمع اي حاجه وحشه عنك. لو انا نميت الصفات دي اكيد الاشخاص اللي بتتعامل معايا هتثق فيا وهتحبني. لو الناس حبتني انا هحب نفسي. فده حب النفس من صفات شخصيه، صفات في الشخص. لازم بقى كمان انمي حب النفس في المظهر. انا اتولدت بجينات معينه، جسمي فيه استعداد يا اما يقعد رفيع يا اما عندي استعداد اكبر انه يزيد وزني. لما يزيد وزني مش كل وزن زياده معناها وحاشه. نمره واحد عشان احب نفسي، لو انا مقتنعه انه الوزن الزياده وحش والوزن اللي اقل احلى، يبقى هشتغل على انه يبقى وزني اقل. في ناس هتقدر، في ناس مثلا مولوده بحوض واسع، مهما عملت الحوض بتاعها مش هيكنز، هيقعد واسع. اللي ممكن يعملوه في الحالات دي انهم بس بيقللوا الدهون اللي بتتراكم على الحوض الواسع ده. لكن طول ما انا بسعى على انه يبقى النظام الغذائي بتاعي صحي، دايما افكر نفسي الصحة اهم من الشكل، والشكل ده مظهر. يبقى هفكر نفسي دايما بانه الجوف اهم من القشره. المواصفات الشخصيه هي دي اللي مهمه، وهي ده الجمال. انه اكون صريحه، انه اكون امينه، الناس تثق فيا، كل ده مهم جدا. شكلي بيتاثر من اللي جوايا، ودايما معروف كده الشخص البشوش اللي بيحب وشه بيبقى جميل، الشخص اللي دايما مكتئب وشايل هموم الدنيا على نفسه بيكره وشه بيبقى قاسي وشكله ما بيبقاش حلو. وحلو ووحش دي معايير مختلفة الناس بتحطها لنفسها. فلو أنا نميت الصفات السليمة المحبوبة اللي كلنا عايزين نوصل لها، ده بيدينا اللي هي عزة النفس، الصدق والأمانة والعطاء، كل ده بيأثر على مظهري من بره. تاني هفكر نفسي الصحة أهم من المظهر. الصحة يبقى أنا برضو هبقى دايما بعمل مجهود إني أمشي نظام غذائي سليم صحي، لأنه هيأثر على لون بشرتي، هيأثر على روقان برضو مظهري. مش احنا عارفين إنه الناس اللي بتدخن بيبان على شكلها، بيبتدي الجلد بتاعهم يكرمش شوية ولونهم بيتغير. لا أنا هبقى دايما بسعى إني أمشي على نظام صحي، وهقتنع وحرضة بمظهري اللي أنا اتخلقت بيه. ففي مظهري اللي اتخلقت بيه، وفي مظهري اللي أنا ليا يد فيه. اللي ليا يد فيه هعمل كل ما في استطاعتي إن أخليه يقرب للي أنا عايزاه. تاني بفكركم حكاية إنه الرفع ولا الحجم الكبير، عشان الحجم الكبير مش شرط يبقى سمنة، مش شرط يبقى ده تخين عنده دهون، لا ممكن البنية بتاعته عريضة، كتافه عريضة، الحوض عريض. أيوة
أيوة شوية في شوية دهون أكتر من شخص تاني، بس مش شرط تبقى وصلت للنسبة اللي هي غير صحية، وممكن قوي يبقى معظم الدهون اللي في جسم الشخص هي دهون صحية. نفتكر إنه في بلاد اللي كبار في الحجم هم اللي أحلى، فنبتدي نعمل لنفسنا إحنا صورة قريبة من جسمنا وطبيعتنا، ودي اللي هنبقى قابلين بيها وهنشتغل عليها، نعمل أجمل حاجة ممكن نعملها على البنية بتاعتنا إحنا. ده بيساعدنا نحب نفسنا. أول ما نبقى مبسوطين بمظهرنا ومبسوطين بصحتنا ومبسوطين بجوهرنا، أكيد عندنا ثقة في النفس، وكمان أكيد هنقدر نساعد اللي قصادنا أكتر، هنبقى عندنا عطاء وحب ونستمع، عندنا صبر، لأن احنا ما عندناش مشاكل، يعني مشاكلنا قليلة، فساعتها بقى هنساعد اللي معانا، هنحب نفسنا عشان هنلاقي ان احنا لنا دور إيجابي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يبقى دلوقتي كمان لو أنا حبيت نفسي هعتز بنفسي. اعتز بنفسي معناه مش هخلي حد يستغلني، وزي ما بنقول برضو الاستغلال كذا نوع، استغلال لغوي، استغلال نفسي، استغلال جسدي. مش هخلي ولا حد يستغلني، لان انا كمان انا بحب نفسي ومش عايزه اضر نفسي، فحبني مناعه انه كل حد يعرف لغايه هنا هتقف، هتكلمني او هتكلميني بطريقه معينه هقبلها، ههزر وكله، بس لغايه هنا ما بقدرش اقبل انك تقول لي كلام مهين غير مقبول، هتقولي لي كلام مثلا غير لائق بالنسبه لي، ده قبيح ما بحبش اسمعه، غير مقبول. اول ما بقدر احمي نفسي بحب نفسي اكتر، لانه كلنا كل واحد فينا لما بيحس ان هو مستغل بيتضايق من نفسه ويبتدي بقى حبه لنفسه يقل. فنفتكر انه حمايه نفسنا، نعرف اللي حوالينا ايه هي حدودنا في كل المناطق، انه اعمل طلبات. مثلا في ناس كتير تطلب ممكن فضلك تعملي لي الخدمه دي، ممكن تروحي، ممكن توصليني هنا، ممكن لو انا شايفه ده مش يأثر على جدولي ومش هيخليني ما اعملش لنفسي حاجه مهمه. يعني مثلا اوقات في ناس بتقعد تلف طول اليوم وتعمل حاجات للناس، مش لاحقه تاكل كويس، مش لاحقه تستريح، فده في الاخر بيأثر على الشخص اللي بيساعد، لانه تعب ما كلش، هيبقى ما عندوش صبر، هيبقى بيتعصب بسهوله، هيجيله وقت مش عاوز يساعد ولا حد، فما فيهاش فايده من كل ناحيه. لكن لو بالعقل انا هقبل اعمل حاجات للناس، في حاجات مش هتكسف، متاسفه قوي ده ما اقدرش اعمله، يا اما ما عنديش وقت عشان اعمله، يا اما مش هقدر اعمله كويس فمتاسفه مش هقدر اعمله. مثالات بسيطه جدا، وقت السفر، في حد بيسافر كتير رايح جاي، عاده الناس لما بتعرف حد مسافر بتطلب منه حاجات، فلو شخص مسافر اولا له حاجه محدوده في كميه الحاجات اللي ممكن يشيلها لانه الوزن، بعدين بيبقى دايما هو له حياته اليوميه وله قبل السفر ترتيبات، ولما يوصل ترتيبات، ولو راجع تاني ترتيبات. فلو كم من ناس طلبت طلبات صعبه، في مثلا ناس بتطلب ادويه، اكيد حاجه صحيه لازم الواحد يعمل مجهود بيجيب الادويه دي للشخص. في ناس بتطلب ممكن ابعت معاكي من فضلك توب قد كده لو في مكان في الشنطه، اوكي. في ناس ممكن ابعت حاجه اكبر من التوب، ممكن ابعت كذا حاجه. فلو انا قبلت وفضلت اخد واضطر اقعد اخد شنطه زياده وادفع فلوس زياده، هتضايق من الناس اللي بتطلب مني. لكن لو انا من الاول اقول متاسفه جدا انا عندي وزن محدود وانا اصلا شنطتي مليانه، فهاخد بس الحاجات الضروريه، لو دواء كده غير كده متاسفه، فانا اللي حميت نفسي، ما خليتش نفسي اتضايق من الناس، لانه كنت صريحه معاهم وما عملتش حاجه تخليني اقول شفت بقى فلانه خلتني اشيل مش عارفه ايه، شفت فلانه. في نفس الوقت مش هطلب من حد حاجه اكون انا عارفه انا مش هعملها له، فلو انا مش قادره اشيل حاجه لحد ما اطلبش انه حد يشيل لي حاجه. ده مثال بسيط يعني، لكن بتبقى في مواقف اكبر اهم. زي ما بنقول ما تروحش عزومه حد لو انت عارف عمرك ما هتعزمه، صح؟ ادي على قد ما انا عارفه اني هاخد. مش بتبقى طبعا بالظبط قوي في كل علاقه، في حد بيدي اكتر شويه ما يجراش حاجه لو اكتر شويه، لكن لما بتزيد الفرق هنا الواحد بيحس بالاستغلال، وهنا اللي بيبتدي ينمي شعور سلبي ناحيه الشخص. مش بيقولوا ما تمشيش خطوتين لحد هيمشي لك خطوه واحده بس دايما، فانا هزود بس كلمه دايما، لانه لا، اوقات بمشي حتى 4 خطوات
لحد مش هيقدر يمشي غير خطوة، لأنه ظروفه يمكن هو ما تسمحلوش. في العطاء برضو كتير أنا دايما حسيت إن أنا الحمد لله كان حظي كويس ومرتاحة ونفسيا مرتاحة، دايما عندي استعداد أساعد نفسيا الناس اللي حواليا عشان أنا مرتاح، ما اتضايقش. مثلا أنا أعزم أكتر من حد تاني ما يضايقنيش، أنا أسأل أكتر على حد تاني ما يضايقنيش، لكن هيضايقني لو لقيت أنا بسأل دايما وأنا بقى في ظروفي الصعبة ما حدش يسأل عليا، ساعتها هبتدي أتضايق. فهي عمرها ما معادلة مظبوطة قوي، لكن نحمي نفسنا.